يقلع لبس له خمار كمان. يقلع. A few moments later. ده فيديو واحد كان لابس لبس حريمي والكلام دوت. القصة بقى خدها مني، القصة إن هما في ناس رجالة بتعمل، يعني الفيديو ده معرفش هو في مصر ولا فين بالظبط عشان إيه الأمانة يعني. في رجالة بيلبسوا لبس حريمي يقفوا على الإشارات والكلام ده، يبصبصوا بقى للرجالة بقى اللي هما إيه بيحبوا إيه العبط والكلام ده، يخشوا العربية يثبتوك بالإيه بالسلاح، ياخدوا منك العربية، ياخدوا منك فلوسك، ياخدوا منك محفظتك. يا جدعان خلي بالكم يا جدعان عشان الكلام ده موقفش لحد هنا. في ناس يعني في رجاله بلطجيه بيلبسوا لبس حريمي ويخطفوا اطفال من الشوارع في تكاتك في الكلام ده. خلي بالكم يا جدعان على عيالكم، خلي بالكم من نفسكم. مش اي واحده تشوفها لي تبصبص لها عشان تاخدها في العربيه وتمشي والكلام ده. خلي بالكم يا جدعان، خلي بالكم عشان في ناس بيلبسوا لبس حريمي، في ستات مش ستات، في ستات بيعملوا ايه، رجاله بيعملوا نفسهم ستات، بيشحتوا، بيخطفوا، بيعملوا ايه. بس الحمد لله مصر آمنة مستقرة، والداخلية عندنا الحمد لله شايفة شغلها على أكمل وجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس ايه، زادت أمان. خلي بالكم ما تدوش أمان لأي حد، ما تدوش أمان لأي حد. وخلي بالكم من عيالكم، مثلا انت ابنك في المدرسة تستنيه قدام المدرسة لغاية لما يطلع تاخديه بإيدي، ما تسيبوهوش يمشي كده، عشان اقسم بالله في حالات خطف كتير جدا بالذات قدام المدارس، بالذات قدام المدارس. يعني انت ابنك الحيله اللي مالكيش غيره يتخطف، هتشوفي انت احساسك ايه ساعتها، احساسك ايه ساعتها. خلي بالكم من عيالكم. يعني ابنك طالع من المدرسه تقف قدام المدرسه تاخديه من ايدك والكلام ده، وما تسيبوش ينزل في الشارع لوحده، رجلك على رجله. لو كبير تسيبيه عادي، بس لسه صغير والكلام ده تاخديه رجلك على رجله، وتحافظي على ابنك وتحافظي على عيالك. وانت خلي بالك من نفسك، مش ايه تبص لواحدة تركب معاك العربية يطلع راجل يثبتك ياخد محفظتك وياخد عربيتك أو يقتلك بقى. خلي بالك على نفسك، خلي بالك إيه، عشان العط ملوش رجلين، العط ملوش رجلين. واحترم احترم الزوجة اللي معاك في البيت، احترمها. هي معاك في البيت، انت بقى هتغط بعضك، ما ينفعش الكلام ده، لازم تحترمها عشان ديت اللي اختارتك من بين الناس كلها، وانت اللي اخترتها، وانتوا الاتنين بتكملوا بعضيكم. يعني احترم نفسك كده، عشان ايه اللي بيعمل الكلام ده ربنا بيوقعه في أسوأ أعماله. ربنا يحفظ مصر وشعبها ورئيسها. ولو عجبك محتوى يعمل لي لايك واشتراك، وانتظر كل جديد. السلام عليكم.